ليه الست القوية دايما بتختار غلط؟ سؤال بيوجع، بس الإجابة بتوجع أكتر. بنشوفها ذكية وعارفة قيمتها كويس، بس كل ما تحاول تستقر في حياتها بتقع في نفس النوع من الرجالة، نفس الوجع ونفس الخيبة كل مرة. السؤال هنا مش ليه ده بيحصل، السؤال الأخطر مين اللي بيختار عنها؟ خليني احكي لك عن نورة كل الناس شايفاها جميلة وشاطرة وعقلها يوزن بلد، بس نورة كل مرة تدخل علاقة تحس انها بتصغر نفسها، بتستنى الكلمة الحلوة، بتتنازل كتير وفي الاخر تخرج مكسورة وهي بتقول الجملة اللي بتموت: انا اللي غلطانة، انا اللي اخترت غلط من الاول. بس الحقيقة يا نورة انت ما كنتيش بتختاري، في برنامج اتزرع جواكي وانت صغيرة اسمه في علم النفس الألفة العاطفية. والحقيقة ان الدماغ ما بيدورش على اللي يريحنا، الدماغ بيدور على اللي متعود عليه، حتى لو كان اللي متعود عليه ده وجع. لو انت اتربيتي في بيت الحب فيه كان بشرط، يعني لازم تعملي كذا الاول علشان تتحبي، والاهتمام بيجي فجأة ويختفي فجأة، عقلك اتبرمج ان الحب قلق والشغف يعني انتظار، والدموع وسهر الليالي علاقة حقيقية وليها طعم. عشان كده لما بتقابلي راجل هادي وواضح بتحسي بملل وتقولي لنفسك مفيش كيمياء، مش هو ده اللي بيحرك مشاعري. بس الحقيقة ان الراجل ده مش عارف يدخل منطقة الوجع اللي انت متعودة عليها. الراجل ده امان وانت خايفة من الأمان لأنك ما جربتيهوش. عقلك راسم خريطة إن الحب يعني مجهود، يعني سهر، يعني دموع. فعشان كده الست القوية مش بتقع في الغلط صدفة، هي بتمشي بوعيها في طريق حافظة صم. خليني كده أسألك سؤال بصراحة، هو كل الرجال اللي دخلوا حياتك كانوا شبه بعض؟ مش في الشكل، اقصد في الاحساس. نفس البرود اللي بيخليكي تحرقي دمك عشان ترضيهم، نفس الغموض اللي بيخليكي تلف حوالين نفسك، نفس الاحساس انك بتدي اكتر وتاخدي اقل. لو الاجابه يبقى دي مش صدفه، ده السيستم بتاعك. اول خطوه في كسر اللعنه دي مش انك تغيري اختياراتك، اول خطوه انك تسالي نفسك: انا متعوده على ايه؟ مش بحب ايه، انا متعوده على ايه؟ لان قلبك بيفهم التعود اكتر ما بيفهم الحب. التحرر الحقيقي هو انك تتعلمي تحسي بالامان من غير توتر، وبالحب من غير وجع، وده محتاج اعاده برمجه عصبيه مش شويه نصايح في العلاقات. ولازم تعرفي ان الست ما بتتعلقش بالراجل، الست بتتعلق بالاحساس اللي صحي جواها بسببه. ولو الاحساس ده متبرمج على الوجع هتختاري الوجع حتى وانتي اقوى ست في الدنيا. لو حسيتي ان الكلام ده لمس حقيقه ما كنتيش عارفه تشرحيها، يبقى دماغك بدأ يفوق، لان عقلك بيشتهي الحقيقه.